درجات الصداقة في اللغة العربية تبدأ من درجة الترب وتعني مثيلك في السن، ثم درجة الزميل وتعني رفيقك في العمل، والجليس هو من يصحبك في مجلسك، والسمير من يحدثك ليلا، أما النديم فهو من يصاحبك في شربك، والصاحب من يلازمك طوال الوقت، أما الرفيق فهو من يصاحبك في سفرك، والصديق من صدقك وصاحبك بود، أما الخليل فهو من تتخلل محبته الروح وهو الصديق الخالص الصادق في علاقته، أما الأنيس فهو من يأنس المرء به ويدخل السعادة على القلب، والنجي هو من تستطيع محادثته سرا وتستطيع مناجاته بأشياء سرية، والصفي هو الصديق المختار الصافي في علاقته. ودرجة القرين وهي الرفيق الدائم من يلزمك في حلك وترحالك ويتعلق بك ولا تفارقه، والذي يوجد بينك وبينه رابط روحي قوي. المطلوب الآن هو أن تشيروا إلى أصدقائكم في التعليقات وتحددوا لهم درجة الصداقة.